بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض جزء دكتور نجلاء، جزء البارا سمباثيك. احنا خدنا المره اللي فاتت ازاي الاستايلكولين بيتصنع، ازاي بيشتغل على الريسبتورز، ايه انواع الريسبتورز، شكلها ايه، النيتشر بتاعتها ايه. النهارده بقى هنبدا الدراجز. عندي بقى عيله من الادويه كده بنسميها كولينرجيك دراجز. كولينرجيك من اسمها، يعني كان اسمه اسيتايل كولين، خدوا كلمه كولين خلوا منها كولينرجيك دراج، او سموها اسم تاني كولين مايميتيك دراج. مايميتيك يعني يحاكي او يشابه الكولين، اذا هو شبه الاسيتايل الكولين. ليها اسم ثالث، بارا سمباثو مايميتيك دراجز. نفس الكلمه، مايميتيك يحاكي الباراسمباثيك. مين المتحكم فيه اصلا؟ كان الاسيتايل كولين. اذا هي ادويه تفعل ما يفعله الاسيتايل كولين، تدي نفس الاكشن بتاع الاسيتايل كولين. شوف بقى الاسيتايل كولين كان بيشتغل ايه، دول هيشتغلوا زيه. طبعا فرق بقى بينهم كل دواء ودواء، ده اللي احنا هندرسه. كده احنا عرفنا النهارده التوبيك بتاعنا عباره عن ايه، عباره عن الكولينرجيك دراج او الادويه التي تعمل عمل السمباس عمل السمباس الباراسمباسومايميتيك او الاسيتايل كولين. بنقسم الادويه دي الى حاجتين: ادويه دايركت وادويه بنسميها اندايركت، على حسب هي بتشتغل ازاي. الدايركت ده ان الدواء بتاع الدراج اللي انا هدرسه كمان شويه يروح يلاقي الريسبتور سواء كان ام او ان ويديني الاكشن. ده حاجه جميله. يعني ده ايه، الدراج بتاعي دخل دور على الريسبتور شبك فيه زي الاسيتايلكولين بالظبط، اداني الاكشن. والعيله دي بنسميها كولينرجيك اجونست. لو احنا فاكرين معنى كلمه اجونست، اجونست هو الدواء اللي بيعمل نفس الايفكت بتاع الريسبتور، ولان دول بيمسكوا في الام ريسبتور والان ريسبتور على حسب الدراج فسميناها كولينرجيك اجونست، يعني فعلا راح لريسبتور واشتغل عليه بنفس الاكشن بتاعه. ده كده اول جزء. تاني جزء بقى الاندايركت. الاندايركت دي سميناها كولين استريز انهبيتور، او سميناها انتي كولين استريز. فاكرين لما قلنا ان الاستايل كولين بعد ما الشغل بتاعه بيخلص بيجي عليه عيله كده اسمها كولين استريز انزيمز، تروح تكسر الاستايل كولين ده وتخلصني منه. فاحنا قلنا هنجيب ادويه تقفل لي الكولين استريز. لما نقفل الكولين استريز ايه اللي هيحصل؟ هيزيد عندي الاستايل كولين. الاستايل كولين مش هيتكسر، هيزيد، وهذا الاستايل كولين اللي زاد هو اللي يشتغل على الام والان ريسبتور. هل الدواء بتاعي يشتغل على الريسبتور عشان اسميه اجونست؟ لا، الدواء بتاعي منع انزيم بيكسر الاستايل كولين فبالتالي ما تكسرش، فزاد الاستايل كولين فاشتغل الاستايل كولين الزياده على الام والان ريسبتور. عشان كده سميتهم اندايركت او سميناهم كولين استريز انهبيتور او انتي كولين استريز. لازم نعرف حاجه، ان العيله اسمها كولين استريز انهبيتور. تمام. نيجي بقى للكولين استريز ده، الانزيم اللي بيكسر. لازم نعرف انه مش واحد، في واحد كبير منهم بنسميه اسيتايل كولين استريز انهبيتور، او سيبنا من كلمه انهبيتور، اسيتايل كولين استريز. وفي اخوه اسمه البيوترايل كولين استريز. عشان واحنا بنشرح في الحصه دي كل شويه هقول لك هو بيوقف الاسيتايل كولين استريز، لكن الدراج بتاعي قد يتكسر باذر استريزز. عشان تبقى بس عارف مين هم الاذر استريزز، هو البيوتايرايل كولين استريز. يعني هقول لك الدواء بتاعي ريزيست الاسيتايل كولين استريز لكن بيتكسر باذر، تعرف ان الاذرز جم منين. تمام. كده احنا خدنا اول حاجه الانترودكشن. نكمل في الانترودكشن، بس الاول نقول الدايركت دول اخبارهم ايه. بقول لك اهو، يا يشتغل على الام يا يشتغل على الان. طب مين يشتغل على الام ومين فيهم هيشتغل على الان؟ قال لك الان هو واحد فقط، هو النيكوتين اللي في السجاير. النيكوتين. فاخلص كده من الان ريسبتور بالدايركت سمباسومايميتيك، البارا سمباسومايميتيك سوري، هو مين؟ النيكوتين. طيب بالنسبه بقى اللي بيشتغل على الام، اللي بيشتغل على الام انا بحب اسميهم كاربا ميفا، عشان سهل الحفظ، بيفا، وتحط بعدها كول او كولين. كاربا كول، ميثا كولين، بيفا كول. لا، المهم تعرف كاربا ميثا بيفا. بص على الاسم كده تعرف. عايز تضيف بقى الاسم كامل هيبقى اسمه كاربا كول ميثا كولين بيفا كول. تمام.
دول بقى اول 3 ادويه احنا هنتسلى عليهم كمان شويه، وهنضيف عليهم كمان دوايين في الاخر. قبل ما نخش في الدراجز لازم نتكلم على ايه الفرق بين الاسيتايل كولين بتاعي اللي انا كنت بدرسه في الحصه اللي فاتت، وبين بقى الكولينرجيك اجونست، موضوع الحصه دي. اول حاجه الاسيتايل كولين ده لو جينا نشوف تركيبه بالظبط هنلاقيه كواترنري امونيوم كومباوند، وما دام قلت امونيوم يبقى عليه بوزيتيف تشارج، واللي عليه بوزيتيف تشارج على طول كلنا عارفين انه بيكون هيدروفيليك، واللي هيدروفيليك ده عمره ما بيعرف يعدي البرين، عمره ما هيعدي حاجتين، البلاد برين بارير، وده بنسميه الحاجز بين الدم والبرين اللي من خلاله الادويه تنتقل من البلاد بتاعنا للبرين. فلو انت شايف ان الدواء بتاعي كواترنري وهيدروفيليك بيحب الميه، ولازم تعرف ان البلاد برين بارير ده عباره عن ليبيد، يبقى الدواء بتاعي بيحب الميه والبرين بلاد بارير عباره عن ليبيد، هل هيعدي الدرج بتاعي؟ مستحيل يعدي، نوت كروس، عمره ما هيعدي. اللي يعدي بس الحاجه اللايبوفيليك، لو حاجه دهنيه زي ما هنقول كمان شويه حاجات كده اسمها تيرشري امين، ده هيعدي، لكن ده عمره ما يعدي عشان كواترنري عليه علامه بوزيتيف تشارج، واللي عليه بوزيتيف تشارج هيدروفيليك ما يعديش. اذا نوت كروس البلاد بيرن بارير. تيجي تقول لي هل هيديني سي ان اس افكت؟ هقول لك لا هيديني سي ان اس افكت ولا هيديني سي ان اس توكسيستي. من الاخر يبقى اي دواء اقول لك انه كواترنري عمره ما هيعمل اي حاجه في السي ان اس. قال لك طب هو بس الفكره كلها في البلاد برين بارير؟ قال لك لا، كمان في الاي. الاي من بره كده عباره عن شويه لايبوفيليك، طب الادويه الهيدروفيليك عمرها ما اقدر استخدمها في الاي، فبنقول ان استخدامها في الاي بيكون سيء جدا وملوش لازمه، لانه مش هتخش تشتغل على الريسبتورز والحاجات اللي جوه الاي من اساسه. نقول في الاي نوت كروس، وبالتالي حتى لو هو زي الفل وهيعالج الجلوكوما، ده لن يعالج الجلوكوما نهائيا. تمام، ده كده اول حته نعرف. يبقى الاستايل كولين عباره عن كواترنري امونيوم كومباوند هيدروفيليك، لا بيعدي البلاد برين بارير للبرين ولا بيعدي الاي، لا اقدر استخدمه في الاي ولا استخدمه في حاجه سي ان اس. طيب، فاكر لما قلنا ان الاستايل كولين بيجي عليه انزيم اسمه كولين استريز يكسره، وقلت لك ان الكولين استريز ده منه نوعين، اسيتايل كولين استريز ومنه النوع الثاني اللي اسمه بيوتايرايل كولين استريز. هذا الاستايل كولين بيتكسر بالاثنين، عكس الكولينرجيك اجونست اللي هندرسهم كمان شويه. هقول لك لا، هو ما بيتكسرش بالاسايتايل كولين، بالاسايل كولين استريز، لا ما بيتكسرش بالبيوتايرايل كولين استريز. فبالتالي الديوريشن اخبارها ايه؟ بالنسبه هنا انت شايف اهو بتكسر بحاجتين، فالديوريشن قليله خالص. الدواء لو انت خدت اسايل كولين مفيش 35 ثانيه هتلاقي قال لك انا كده خلصت، يبقى الديوريشن بتاعته قليله جدا، وده اول فرق بينها وبين الكولينرجيك اجونست، ان الديوريشن هنا طويل في الادويه بتاعت النهارده. ده اول حاجه لازم تعرفها، الديوريشنز. طيب تمام، فاكر الاستايل كولين كنا بنقول ايه؟ انه ما بيفرقش، يلاقي ان ريسبتور يشتغل سواء كان بقى ان ام او ان شغال، يلاقي ام ريسبتور شغال من 1 ل5 مش فارقه معاه. لكن لما نيجي للكولينرجيك هنقول لا، هو مور سبيسيفيك. هم مور يحبوا الام سيكا اكتر، سيكا مش قوي، هتلاقيني كاتب لك ليتل سبيسيفيستي، لكن اكتر من الاسيتايل كولين. يعني بيحب الام سيكا اكتر، يروح يركزوا على الام. ما عدا 2 من الادويه اللي هناخدهم، اللي هو البايلوكاربين والبيسا، بيسا كول. الاثنين دول بيحبوا الام كتير، لكن ما زالت ليتل سبيسيفيستي. فده الفرق بينهم وبين الاستايل كولين. يبقى اول حاجه الاستايل كولين لا بيعدي البلاد برين بارير ولا بيعدي الاي. الادويه الكولينرجيك اجونست في منهم هيعدي الاي، منهم البايلوكاربين. طيب تاني حاجه قلنا بيتكسر ب2 انزيمز من الكولين استريز، سواء كان اسيتايل كولين استريز او بيوتيرايل كولين استريز، وده هيخلي الديوريشن قليله، لكن الادويه بتاعتي لا، هتكون ديوريشن اكتر. الاستايل كولين لو فاكرين هو نون سبيسيفيك نهائيا، هيروح على الان والام ونون سيلكتيف خالص، لكن الادويه بتاعتي مور سيلكتيف، لكن السلكتيفيتي بتاعتها ما زالت قليله جدا. ما عدا البايلوكاربين والبيفاكول لا، بيشتغلوا على الام
بيسيكا مش بيسيكا بقى، دول بيشتغلوا على الام حلو لكن ما زال في بعض من الايفكت على الان ريسبتورز. طيب بعد الحاجات اللي احنا شفناها والمشاكل في الاستايل كولين، بنقول ان الاستايل كولين عمرنا ما هنشوفه كدرج، نوت دراج. انا هدرس الادويه اللي ليها ديوريشن اكتر شويه، اللي مور سبيسيفيك شويه. مش هاخد مثلا استايل كولين اول حاجه 5 ثواني 30 ثانيه الاقيه خلص كده اقعد اديله حقن كل شويه. مش هستخدم الاستايل كولين اللي هو كل شويه يروح يعمل لي مثلا يشتغل على الان ام ريسبتور لحد ما يدخلني في سباستيك باراليسيس والعضلات تشنج، لا. فانا هستخدم الادويه النظيفه اللي بنسميها كولينرجيك اجونست، اللي هي مور سبيسيفيك وسيلكتيف سيكا، وكمان الديوريشن بتاعها طويل. هناخد مع بعض اول 3 ادويه اللي احنا سطرناهم على بعض كده: كاربا، ميسا، واحفظهم بالترتيب ده بيسا. قبل ما ادرس لك اقول لك التفاصيل والفروقات بينهم، عايزك تعرف حاجه. لو لقيت مجموعه اسمها كرباميت، ده معناه ايه؟ هذا الكرباميت لما يكون موجود اعرف انه بيمنع ريزيست الاسيتايل كولينستريز. لاحظ قلت لك اسيتايل عشان شويه هقول لك بتكسره باذر استريزز، تعرف ان في حاجات ثانيه زي البوتايل كولينستريز ممكن يكسره. ده اول ما الاقي كلمه كرباميت. طب لو لقيت ان الدواء بتاعي يحتوي على مجموعه الميثايل، لما الاقيه محتوي على مجموعه الميثايل عندي اعرف بالتالي انه سبيسيفيك سيلكتيف وهيحب الام اكتر. طب الريزيست ده مش هيكون لونجر ديوريشن؟ ايوه لونجر ديوريشن. يبقى انا عايزك تعرف اول ما اقول لك الدواء الفلاني في مجموعه كرباميت، عايزك تستنتج المعلومه التاليه انه ريزيست الاسيتايل كولينستريز وبالتالي ديوريشن كبير. لو قلت لك الدواء الفلاني يحتوي على مجموعه الميثايل تعرف انه سيلكتيف وبيحب الام اكتر. تيجي بقى نشوف الادويه دي مين فيهم كرباميت وفي منهم ميثايل. قال لك اول واحد الكربا، كربا كول، اخباره ايه؟ قال لك من اسمه كربا، كربا يبقى اكيد في كرباميت، يبقى اول حاجه فيها كرباميت، يبقى ده اول ميزه. واللي فيه الكرباميت يبقى على طول عرفت انه ريزيست الاسيتايل كولينستريز. تمام حلو. وبالتالي عرفت ان الديوريشن ايه؟ عالي الديوريشن. ده اول حاجه عرفتها. تاني معلومه بقول لك انه مفيش ميثايل، نو سي اتش 3. مفيش ميثايل. طيب مفيش ميثايل يبقى ايه؟ نون سيلكتيف. واللي مش سيلكتيف يبقى هيشتغل على الام ريسبتور وفي نفس الوقت يشتغل على الان ريسبتور. ده اول حاجه لازم تعرفها. ده كده الكرباميت، الكرباكول. طيب نيجي على الميشا. بالنسبه للكرباميت هو ما عندوش كرباميت، يبقى بالتالي ايه؟ مفيش ريزيستنس. طيب بالتالي الديوريشن اخبارها ايه؟ طبعا شورت ديوريشن. ده اول حاجه مفيش كرباميت. لكن في المقابل عنده ميثايل جروب، عنده سي اتش 3. هذه السي اتش 3 خلته مور سيلكتيف، وهذه السلكتيفيتي طبعا زي ما قلنا تبقى على الام ريسبتور اكتر. من اسمه ميثا هيبقى ام ريسبتور، ميثا فيها ميثايل جروب، نفس الفكره. كاربا فيها كارباميت. نيجي بقى على البيسا. البيسا ده احسن واحد فيهم، عنده الكرباميت وعنده الميثايل، عنده الريزيستنس وعنده الديوريشن الطويل وعنده السلكتيفيتي على الام ريسبتور. ده احلاهم. طول ما احنا ماشيين كده بتزيد حاجه ميزه ايه؟ يكون احسن. عشان كمان شويه هاخد البايلوكاربين هيكون زي البيسا في الحاجات دي. تمام. يبقى اول حاجه كربا، كربا يبقى في كرباميت فبالتالي ما فيش فيه الميثايل. ميسا فيها الميثايل فبالتالي ما فيش فيها كرباميت. لا البيسا ده برنس، بيسا برنس. بيسا برنس، برنس في كرباميت وفي الميثايل، ويبقى عندي اللونج ديوريشن والريزيستنس، وبقى عندي مين؟ السلكتيفيتي. نيجي ناخد بقى واحد كل منهم في التفصيل بقى في اليوزز والحاجات المفيده. لكن الحاجه دي لازم تكون عارفها مين سيلكتيف ومين لونجر ديوريشن. في واحد يقول لي يا دكتور حضرتك بتقول لي الميثاكول او الميثاكولين شورت ديوريشن. اقول لك بس اكتر من الاستايل كولين. يعني الاستايل كولين ده 5 ل 30 ثانيه، مش كانه ما اشتغلش ما حقش. فما يجيش واحد يقول لي احنا ما استخدمناش الاستايل كولين كدراج لانه شورت ديوريشن، ليه استخدمنا ده كدراج مع انه شورت ديوريشن؟ نيجي بقى ناخدهم كده مع بعض. اول واحد الكارباكول.
الكرباكول عرفنا اول حاجه اللي هي الكرباميت، وعرفنا ان مفيش فيه ميثايل، وعرفنا السلكتيفيتي والسنسيتيفيتي. قال لك الكربا من حرف السي يحب الكارديو فاسكولار سيستم ويحب الجي اي تي، ده اهم حاجه فيه. وقلت لك هو نون سيلكتيف، يحب بالذات الان ريسبتور. لما يروح على الان ريسبتور هيروح للان انهي واحده؟ قال لك يحب ان ريسبتور. والان ريسبتور لو انت فاكر كانت موجوده في الادرينال ميدالا، وكانت موجوده في الجنجليا. الادرينال ميدالا كده كده هتطلع لك نور ابنفرين وابنفرين، والجنجليا ممكن تطلع لك الاثنين، ابنفرين ونور ابنفرين، وممكن تطلع لك اقوام الاستايلكولين. مش مهم قوي الاستايلكولين هنا، واضح ان النور ابنفرين والابنفرين كتير، فده هيديني شغل السمباثيك. دول هيروحوا بقى على الالفا ريسبتور والحاجات دي. مش مهم الكلام ده، المهم تعرف انه بيشتغل على الكارديوفاسكولار سيستم، بيحب الجي اي تي. هيشتغل فين عليهم؟ على الان ريسبتور. انهي ان ريسبتور؟ على الادرينال ميدالا والجنجليا، طلع لي النور ابنفرين والابنفرين. طيب يحب ايه كمان؟ قال لك الكربا ده تحب العين، تحب الاي. طيب على الاي بيعمل ايه؟ كربا ده كولين مايميتيك، يحب مين؟ يروح على الام ريسبتور ام 3 في الاي. طب يعمل ايه على ام 3 اللي احنا حافظينه؟ مايوزس واكوموديشن للنير فيجن اللي سميناها الفوكس. طيب ده لو حطيته في قطره وحطيته في العين مش ممكن اعالج بالجلوكوما؟ اعالج يا باشا ولا يهمني. لكن تلاقيني كاتب لك كده not drug of choice. دكتوره نجلاء قالت ركزوا مين فيهم drug of choice. لما اسالك drug of choice تقول لي مين drug of choice، ما تقوليش اي واحد. يبقى الكربا حلو بيعالج جلوكوما لكن مش دراج اوف شويس. بيشتغل على ايه؟ يحب 3 اماكن لحد دلوقتي، يحب الكارديوفاسكولار ويحب الجي اي تي. يحب مين؟ الان ريسبتور هناك، الان بالتحديد يطلع على الادرينال ميدالا، يطلع على الجنجليا، يطلع نور ابنفرين وابنفرين. طبعا كلنا عارفين يروح يعمل فازو كونستريكشن ويزود الضغط والحاجات دي، مش مهم، المهم تعرف انه بيطلع نور ابنفرين وابنفرين. طب على الاي، واضح على الاي يبقى ام 3 ريسبتور. ام 3 يعمل ايه؟ مايوزيزو اكوموديشن نيرفيجن، وبالتالي يعالج الجلوكوما. هندرس الجلوكوما دي في التفصيل، لا بس لما ناخد الدراج اوف تشويس بتاعها اللي هو البايلوكاربين. طيب بالنسبه للادفيرس افكت نركز بقى كده عشان في تكه كده هنلخبط. الادفيرس افكت بقول لك هو مفيش نو او ليتل. طب ليه يا دكتور؟ قال لك لانه كواترنري امين. هتقول لي ازاي يا دكتور كواترنري امين ومع ذلك انا استخدمته في الاي؟ ما هو عشان استخدمه في الاي انا قلت لك ايه؟ استخدم في الجلوكوما، ناخد دراج اوف تشويس. ليه؟ لاني محتاج هاي دوز عاليه قوي عشان اقدر اخليه يعدي العين ويعمل الميوزز والاكوموديشن. فبالتالي هو في الواقع لا يستخدم اصلا، لكن احنا بنقول انه قد يستخدم في علاج الجلوكوما في دوزز عاليه جدا قوي، لكن هذه الدوز مستحيل ان حد يستخدمها. تمام؟ ممكن تعمل اريتيشن للاي هاي دوز. تمام؟ يبقى كده بالنسبه للكربا عرفنا انه كربا يبقى كارديو فاسكولار جي اي تي، عرفنا ان ريسبتور ادرينال والجنجليا يزود النور ابنفرين والابنفرين. الاي بيعالج الجلوكوما نوت دراج اوف تشويس، وعرفنا ليه نوت دراج اوف تشويس لان محتاج هاي دوز. ليه الهاي دوز؟ لانه كواترنري امين مش هيعدي الاي اصلا في النورمال ثيرابيوتيك دوز. فبالتالي طب ادفيرس افكت ليه؟ قال لك لان انا كده كده كمان بستخدمه توبيكال في الاي ومحتاجه بهاي دوز ومش هيخش من اساسه، فالطبيعي انه مفيش ادفيرس افكت. تمام كده بالنسبه لي اول واحد اللي هو الكرباكول. نيجي على الميسا. الميسا عرفنا ان عندي الميثايل جروب ما عنديش فيها الكرباميد جروب، وقلت لك يبقى هو سيلكتيف حلو. قلت لك في السيلكتيفيتي يحب الام، فنكتب الاول ميسا. والميسا تحب الام ريسبتور. طب انهي ام فيهم؟ قال لك الميسا تحب ام 3. طيب انا مش قلت لك الميسا دي اصلا شورت ديوريشن؟ والمفروض الشورت ديوريشن زي ما انت قلت لا يستخدم في دراجز، ولكني قلت لك هو اعلى من الاستايل كولين سيكا وسيلكتيف. طب ما انا ممكن استخدم الميستين دول في بدل التريتمنت، استخدمه في دايجنوزس. طب دايجنوزس اوف ايه؟ اوف ازمه. ازاي؟ مش ام 3 دي كانت موجوده على البرونكاي؟ برونكاي، وكانت بتعمل برونكو كونستريكشن. طيب ده اللي انا بستخدمه.
الفكره في ايه؟ الفكره ان مريض الازمه بيحصل عندي حاجه اسمها هايبر ريسبونسفنس. يعني ايه؟ زياده في الريسبونس. لو اديته مثلا المريض الطبيعي لو مشى مثلا في مكان فيه ورد وزهور وحاجات من دي، لا تلاقيه كحكح ولا يعمل اي حاجه. مريض الازمه مجرد انه شم ورده ودخلت البولنز في مناخيره، تلاقيه بقى اشتغل وكحكحه وبرونكو كونستريكشن ومش قادر ياخد نفسه ويدور على البخاخه. فدي بنسميها هايبر ريسبونسفنس، يعني الاستجابه للمؤثر او المثير بتاعي في اقل دوزز. فانا بقوم جايب الميثاكول بتاعي اللي ليه شورت ديوريشن، ودي ميزه هنا، واقوم مدخله للبيشنت، احقنه للمريض. طيب المريض الطبيعي سمول دوز ما تاثرش معاه، ما تعملش اي حاجه ولا برونكو كونستريكشن، ويقول كده ده مش مريض ازمه. لكن مريض الازمه هيستجيب ويتاثر باللو دوز، وتلاقي حصل عنده برونكوسبازم، والاقي عندي بقى السيمتومز بتاعه الازمه. طيب انا ممكن لو مديله دواء تاني الازمه دي تطول معايا ويموت ما الحقوش. عشان كده قلت لك دي ميزه انه شورت ديوريشن، هتيجي له اعراض الازمه دي ثواني، اتعرف عليها انه خلاص كده يبقى الراجل ده عنده ازمه، فابدا اعالج الازمه. حتى بنسميه ميثاكولين تشالنج تيست. ده اسم التيست كله على بعضه، ان اجيب مريض الازمه واديله لو دوز من الميثاكولين، اشوفه هل حصل له برونكو كونستريكشن وازمه ولا ما حصلش، والايفكت كده كده ثواني، فبالتالي هيحصل له ريكفري بسرعه ولا كانه خد اي حاجه. ده اهم حاجه في الميثا. يبقى الكاربا كان كارديو فاسكولار جي اي تي واي، هنا اونلي بس بتاعه الازمه اللي هي بنسميها ميثاكولين تشالنج تيست. نيجي بقى للكبير بتاعه اللي هو البيثا، بيثاكول. بيثا، قلت لك البيثا ده حلاوه، عنده الميثايل جروب اللي مخلاه سيلكتيف، وعنده الكرباميد جروب اللي مخليه ريزيستنس ولونجر ديوريشن وزي الفل. بيقول لك اللونجر ديوريشن عموما بتاعته بتوصل ل 1 اور، ده كده بالنسبه له لونجر ديوريشن عموما يعني. عشان ما تستغربش ديوريشن 1 اور دي قليله، لا ده بالنسبه له كده كتير مقارنه ب 5 ل 15 سكند بتاعت الاستايل كولين. طيب تعالى نشوف ده البيثا دي بتحب ايه. قال لك البيثا بتحب 3 اماكن. اول مكان فيها اليورينري بلادر، مش محتاج نتكلم، يورينري بلادر ريسبتور اللي كان هناك ام 3. طيب نفتكر بقى ام 3 ده كان بيعمل ايه؟ ولا اي حاجه، كونتراكشن للوول، ريلاكسيشن للسفنكتر. طيب ده كان يؤدي الى يورينيشن او اللي سميناها ميكتيوريشن. حلو. طيب الحاجه دي او الاكشن ده انا ممكن استخدمه في ايه؟ قال لك انت ممكن تستخدمه في علاج حاله اسمها اتونيك بلادر. كلمة تون اللي هي قوة والكونتراكشن، ايه تنفي؟ يبقى مفيش قوة وكونتراكشن. لو جينا نرسم البلادر مثلا كده، لو قلنا ان دي البلادر مثلا، سوري مش الرسمة دي كده، انا بقول لك ده الاسفنكتر اهو، سيبك منه دلوقتي، الوول اهو ده الوول، المفروض ان الوول ده بيعمل كونتراكشن، انا بقول لك اتونيك، مفيش كونتراكشن خالص في الوول، كانه مش قادر ينقبض، فبالتالي مش هيدفع اليورين لتحت، فدي بنسميها اتونيك بلادر. ليها اسم تاني نيوروجينيك بلادر، نفس الكلمه، او نيوروجينيك اتوني، او بنسميها فلاسيد. فلاسيد يعني مشلول، الوول مشلول، فلاسيد، فلاسيد يعني مشلول، فلاسيد بلادر. او بنسميها اكونتراكتايل بلادر. ليه اكونتراكتايل؟ لانه مش قادر يعمل كونتراكشن، اكونتراكتايل بتنفي الكونتراكشن. فكل دي نفس المصطلح، الفكره ايه؟ ان البلادر مش قادره تعمل كونتراكشن، فبالتالي مفيش عندي يورينيشن ولا ماكتيوريشن. طب الحل؟ قال لك لما استخدم الدواء ده هيزود الايفكت على ام 3 هنا اللي في الوول ويعمل لها كونتراكشن اكتر. طيب مين الناس بقى اللي يجي لهم اتونيك بلادر؟ قال لك الاتونيك بلادر دي بتيجي طبيعي بعد العمليات، بوست اوبريتيف، او بوست بارتم بعد الولاده، بوست بارتم. يبقى بوست اوبريتيف بعد العمليات او بوست بارتم. ليه؟ لانه كده كده كان بياخد مخدر، سواء كان جنرال انستيزيا او لوكال انستيزيا. هذا المخدر بيخدر النيورونز اللي هناك، فما فيش كونتراكشن. طيب بس انا بستخدم الدراج ده بشرط واحد، ما يكونش بعد البلادر هنا عندي اي اوبستراكشن. ليه؟ انا لو عندي اوبستراكشن
سد هنا وقاعد ازود الكونتراكشن بتاع الوول، هيجي اليورين يتحبس هنا ويعمل ضغط اجينست الحته الاوبستراكتد دي ويعمل لي مشاكل كتير، ممكن تفرقع مني الحالب في فرقه. فلازم اقول انه بيستخدم بوست اوبراتيف او بوست بارتم بشرط يكون نون اوبستراكتيف. سبب اليورينري ريتنشن او اليورين ريتنشن ما يكونش فيه اوبستراكشن، لان لو فيه اوبستراكشن يا فرحتي زودت الكونتراكشن عملت بريشر اكبر على الحته الاوبستراكتد، ممكن تفرقع منك البلادر او يفرقع منك الحالب ايا كان. ده كده اول حاجه. كل الحاجات ديت بنسميها علاج في المسالك، بنسميها يورولوجيك. يورولوجيك يعني مسالك تريتمنت، مسالك البوليه، علاج المسالك البوليه. يبقى ده اول حاجه في البيسا انه بيحب المسالك البوليه. كمان لسه حاجتين. تاني مكان يحبه هنا الباراليتيك اليوم، يحب الاليوم. نفس الكلام لما بتخش عمليه وتخلص العمليه يقول لك ايه؟ ممنوع ياكل لحد ما يطلع ريح. ايه الفكره؟ لو جينا نرسم مثلا ده الاستومك كده كده، وادي كده بعد كده الاليوم، ديودينم والاليوم، المهم اللي هي السمول انتستين مثلا نرسمها كده. الجنرال انستيزيا اللي انت واخده المخدر بتاعك عامل برضه نفس المشكله للنيورونز اللي هنا موقفها. لما ندرس ان شاء الله هنعرف ان الجنرال انستيزيا بيوقف النيورون. طب واقفه النيورون، بالتالي الكونتراكشن عندي اخباره ايه؟ نو كونتراكشن. مفيش كونتراكشن للوول. لو انت فاكر احنا بنحتاج كونتراكشن للوول واوبن للسفنكتر، مفيش كونتراكشن للوول خالص. ده بسبب المخدر. طيب انا اعمل ايه؟ قال لك ممكن تديه شويه بيتا كول، هيروح على الام ريسبتور الموجوده في الوول يعمل كونتراكشن فيزق عندي الحاجات اللي فيه الاليوم ويخرج بره من الجسم، اللي بنسميها عمليه الديفيكيشن. فالباراليتيك اليوم، والاليوم ده للناس اللي مش عارفاه هو اخر جزء ديودينم، سوري الجزء اللي في النص ديودينم الاولاني في الامعاء، بعد كده بنسميها اليوم، بعد كده جيجينم. فالاليوم اللي هي الحته اللي في النص دي بيحصل فيها انها مش شغاله، باراليتيك، بنسميها مشلوله بسبب الجنرال انستيزيا او بسبب اي حاجه ثانيه، بس غالبا بتكون جنرال انستيزيا. طيب انا بدي ايه؟ بدي الديتا كول يشتغل على الام ريسبتور اللي في هناك في الجدران، يحفزه يخليها يمشي، يحصل لي ديفيكيشن. ده حته الباراليتيك اليوم. اخر مكان اسمه الميجا كولون. اخر حاجه بقى لما يخلص السمول انتستين نخش على القولون. القولون الطبيعي مثلا يكون كده، خلينا مثلا نرسمه اي حاجه، يكون جداره رقيق كده. قال لك الميجا، ميجا يعني كبير، فبيبقى في تضخم في حته من القولون كده، يعني نرسمها كده مثلا، ده الطبيعي لكن في الحته اللي فوق ديت متضخمه كده. لما بتتضخم العضلات ده هي بتبقى ضعيفه، عضلات الوول ضعيفه، فمش قادره تعمل كونتراكشن، مفيش كونتراكشن. اقوم واخد البيفاكول يشتغل على الام 3 ريسبتور اللي موجود في الجدار، فيعمل لي كونتراكشن فيزق معايا الحاجات اللي جوه القولون، فيحصل عندي الديفيكيشن. يبقى كده انا عرفت فكره الميجا كولون انه اتوسع وبقى ضعيف، الباراليتيك اليم ان الاليم بتاعي مش قادر يزق خلاص، اليورينري بلادر وعرفنا ان بنسميها اتونيك بلادر او بنقول النيوروجينيك اتوني، والفلاسيد بلادر او الكونتراكتايل بلادر، وان كلهم مفيش كونتراكشن في الوول بتاع البلادر. دكتوره على فكره نجلاء قالت ممكن اجيب اي مصطلح من دول، لازم نعرف كل المصطلحات، اعملها لك ان دي تحت كده. وكل الحاجات دي محتاجه بس نزود الكونتراكشن، فبدي البيتا كول اللي بيشتغل على ام 3 ريسبتور اللي موجود في الوول فيعمل لي كونتراكشن في اليورينري بلادر، بس بشرط ما تكونش اوبستراكشن عشان ما تفرقعش. في الباراليتيك اليم يعمل كونتراكشن، في الميجا كولون يعمل كونتراكشن عشان يقوي العضلات، فبالتالي يحصل عندي ديفيكيشن لو انا في الباراليتيك اليم او في الميجا كولون، ويحصل عندي اليورينيشن لو انا في اليورينري بلادر. مثالنا كده بالظبط دوايين، بس قبل ما نخش فيهم لازم ادي لك حته كده باثوفيسيولوجي عن الجلوكوما. هنشرحها على الصوره دي. دي عندي كده كورنيا اللي هي الطبقه الخارجيه بتاعتي، وعندي هنا العدسه اللينس اللي كنا بنتكلم عنها. كنا بنتكلم هنا ان في سيلري بودي وسيلري ماسل هي اللي ماسكه ايه؟ اللينسز. وكده بقى نتكلم ان الجلوكوما كل الفكره فيها ان انا عايز زياده عندي في الانترا اوكيولار بريشر، الضغط جوه العين. ايه فكره الضغط جوه العين؟ قال لك انا عندي السيلري بودي دي اصلا بتفرز حاجه ماده اسمها الاكواس هيومرس. اكواس هيومرس او هيومر، ده عباره عن السائل، هو مختلف عن التيرز، لكن السائل ده مهم جدا للعين، يرطبها برضو زي التيرز. بس الفكره بقى في ايه؟ قال لك الطبيعي بتاعي زي ما انت شايف كده الاسهم بيقول لك السيلري بودي دي بتطلع الاكواس هيمر. المفروض بعد ما يخلص يقوم الاكواس هيمر خارج من التيوبركل مش ورك، ده الطبيعي، دخل 5 يطلع 5، دخل 10 مللي يطلع 10 مللي، ده الطبيعي.
مريض الجلوكوما لسبب من السببين اللي هناخدهم كمان شويه بيزيد عنده الانترا اوكولار بريشر، يا اما بسبب زياده في البرودكشن بتاع الاكواس هيمور، السيلري بادي حصل لها هايبر اكتيفيتي زادت عندي البرودكشن، او الدرينج او الاخراج او بنسميه الاوت فلو او الدرينج قل. يبقى يا اما زاد البرودكشن يا اما قل الاخراج. ده كده اول حاجه في تعريف الجلوكوما، هو زياده في ضغط العين بسبب زياده البرودكشن بتاع الاكواس هيمر او زياده الدرينج او انخفاض الدرينج بتاع الاكواس هيمر. وعرفنا ان الاكواس هيمر بيخرج من التيوبركل مشورك. قال لك الجلوكوما دي عندي منها نوعين، نوع بنسميه اوبن انجل جلوكوما والتاني بنسميه كلوزد انجل جلوكوما. على حسب ايه؟ على حسب الحته ده هي اللي هي بنسميها الانتيريور تشامبر. لو انت بص هنا الانتيريور تشامبر ضيقه، ليه؟ لان اللينسز اتحركت من مكانها، اللينس اتحركت من مكانها، هنا ده مكانها الطبيعي، لكن هنا اتحركت ضاقت فصغرت فسميناها كلوزد، لكن هنا الدنيا مفتوحه زي الفل فبنسميها اوبن انجل جلوكوما، كلوز انجل. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك بص معايا في الاوبن انجل، خلينا في اول حاجه الاوبن انجل، الحته مفتوحه، اللينسز في مكانها اهي، اللينس زي ما هي تمام، بيحصل برودكشن اهو، لكن يجي يخرج البرودكشن طبيعي مش اوفر اكشن. لكن التيوبركل مش ورك ومن غير اي ضيق عليها، ماشي حاجه مضيقه عليها اهو مفيش قافل، بيحصل لها انها بتقلل الدرينج بتاعتها، الاكتيفيتي بتاعتها قلت فما بتخرجش كفايه. يبقى الفكره كلها ان هنا الاخراج مش كفايه مع ان اللينس في مكانها والبرودكشن نورمال. في الكلوزد انجل هي المشكله برضو في الاخراج، بس انت شايف اللينس اتحركت من مكانها، قربت من الكورنيا، صغرت الانتيريور تشامبر، لو لاحظ التيوبركل مش ورك فين؟ اتقفلت، مقفوله، مش نافع حاجه تخرج، الحاجه تيجي تخرج مش عارفه تخرج، مقفوله. طب هنا الاثنين التيوبركل مفيش خروج. ايه الفرق؟ قال لك التيوبركل مش ورك في الاوبن انجل هي اللي بايظه، هي اللي ما بتتحركش، لكن في الكلوزد انجل كلوز مقفول عليها مش عارفه تخرج. ده الفرق بس بين الاوبن انجل والكلوزد انجل جلوكوما. اللي يهمني في كل الكلام ده ان عندي دراج هاخده كمان شويه اسمه البايلوكاربين، سيلكتيف وزي الفل، بيحب ام 3 ريسبتور اللي موجود في الاي، بيجي على السيلري بودي ويوسع الدنيا، يجي هنا في الحاله النورمال اهو يقوم برده شاددها لتحت كده موسع، يجي هنا على السيلري بودي زي ما احنا قلنا يقوم شادد كده وموسع وفاتح التيوبركل مش ورك. طب انت يا دكتور بتقول لي ان هنا المشكله في التيوبركل، ما انا هوسع عليها زياده، هوسع عليها اكتر، اخليها تاخد راحتها في الاخراج، القناه بتاعت الفتح دي يبقى مفتوحه اكتر، هي الطبيعي بتاعها اهو بس انا ممكن افتحها اكتر تخرج النورمال بقى، مع انها مش شغاله الافكاسي بتاعها مش تمام، لكن هنا هي زي الفل وكل حاجه تمام بس مقفوله عليها فانا افتح لها. ده الفكره كلها. دكتوره نجلاء عموما قالت انا مش هسال في اي حاجه فيسيولوجي في الجلوكوما عشان كاتب لك جنبها كمان مش مهم. المهم بقى اللي هو اللي قبلها اللي هو الدوايين اللي باقيين عندنا. الاولاني البايلوكاربين، وزي ما قلت لك من شويه طول ما احنا ماشيين في الادويه انا بحسن، فاكيد البايلوكاربين كاربين في كرباميت، ده اول حاجه، فبالتالي الديوريشن بتاعي حلو. وعايزك تكتب كان بالديوريشن كمان رابيد اونست، يعني كمان بيشتغل بسرعه عشان كده هنستخدمه في الامرجنسي. كمان الميثايل جروب موجود وبالتالي بقى سيلكتيف، والسلكتيفيتي كان على الام ريسبتور، انهي ام 3 اللي فين؟ اللي في الاي، عشان كده ده اهم حاجه الثلاثه اللي في الاي. يبقى ده البايلوكاربين اول حاجه ديوريشن عالي والاونست رابيد ويحتوي على الكرباميت ويحتوي على الميثايل جروب، فالدنيا معايا زي الفل. طبعا مش ايه كل ما باخد دواء زي ما انت شايف كده الكربا اوحش واحد، الميسا زيه، البيسا كان عالي ايه والبايلوكاربين احسن، كل ما انت ماشي كده بتذاكر اعرف ان اللي جاي احسن من اللي فات. طيب ايه الفكره فيه؟ قال لك لسه شارحين البايلوكاربين في الاي كان بيفتح التيوبركل مش ورك، التيوبركل مش ورك دي بيفتحها فبالتالي كان بيخرج يزود الدرينج بتاع الاكواس هيمورس، ولما يخرج الاكواس هيمورس بالتالي هيقل الانترا اوكيولار بريشر، ولما يقل الانترا اوكيولار بريشر يبقى كده انا زي الفل عالجت الجلوكوما. لو انت بص كده معايا على الرسمه اهو، انت فتحت من هنا زي الفل، فتحت دي زي الفل، تمام خلاص يخرج بقى الاكواس هيمورس زي الفل، مفيش فيه اي مشكله. ده كده بالنسبه لي اول استخدام ليه اللي هو يزود الدرينج يقلل الانتراكتيف بريشر يعالج الجلوكوما. طب يا دكتور انهي نوع؟ والله مش عارف، يفتح لك الاوبن اكتر ويعالجه، يفتح لك الكلوزد ويشتغل، يبقى بيعالج الاوبن انجل جلوكوما والكلوزد انجل جلوكوما، هذا هو البايلوكاربين.
طيب يا دكتور، مش كان في واحد كمان بيعالج الجلوكوما اسمه كارباكول؟ يا باشا ده الدراج اوف تشويس، وده سؤال الامتحان. بايلوكاربين از دراج اوف تشويس فور تريتمنت اوف جلوكوما انهي تايب، سواء كان اوبن او كان كلوزد انكل. ده سؤال الامتحان واهم سؤال. كده احنا خلصنا اول حته في البايلوكاربين. تاني حته بنقول ان هذا البايلوكاربين بنسميه سكراتوجوج. يعني ايه سكراتوجوج؟ سكراتوجوج يعني بيزود السكريشن. سكرا يعني سكريشن، جوج اللي هي زي محفز، فبيقول انه ستيميوليت السكريشن. اهم سكريشنز عندي هستخدمها في العلاج هي اللاكريمال سكريشن والسليفري سكريشن. ايه الفكره؟ قال لك والله السليفري سكريشن ده لما يقل عندك السلايفا بيحصل عندي دراي ماوث. يعني ايه؟ يعني اول حاجه كده واضح انه سكرتاجوج فهيعالج الدراي ماوث. طب هيعالجه ازاي؟ لانه بيزود السليفري سكريشن. طب الدراي ماوث فيه مصطلح علمي بنسميه زيرو. زيرو يعني ما فيش سكريشنز. ستوميا باللاتيني يعني ماوث. يبقى عندي مرض ايه اسمه زيرو ستوميا، عباره عن دراي ماوث. بيعالجوا هذا البايلوكاربين لان البايلوكاربين بيزود السليفري سكريشن لانه سكرتاجوج ستيميوليت السكريشن. ده اول استخدام، لان كاتب لك كده هو سكرتاجوج فيوزد فور زيروستوميا لانه بيزود السكريشن. طب تاني حاجه قال لك في سندروم كده، مجموعه من المرض اسمه سيجوجرين سندروم. سيجوجرين سندروم هو عباره عن حاجتين، عباره عن دراي ماوث بالاضافه الى دراي اي. وانا بقول لك البه بتاعنا البايلوكاربين بيزود اللاكريمال سكريشن فيعالج لي الدراي اي، وبيزود ساليفري سكريشن فيعالج لي الدراي ماوث. اذا هو فعال جدا في سيجوجرين او سيجوجرين سندروم. تمام. كده احنا خلصنا البايلوكاربين والكلام المهم اللي عليه. طيب ناقصني حته، السايد افكت او الادفيرس افكت. عايزك تعرف ان هذا البايلوكاربين تيرشري امين. جميل، يبقى ده تيرشري. يعني ايه تيرشري؟ يعني كروس البلاد برين بارير، واللي يعدي البلاد برين بارير هيشتغل على السي ان اس، فممكن يعمل لي مشاكل في السي ان اس. هنقول قد يعمل سي ان اس ديستربنس. ديت حاجه مميزه ومهمه. لو قالت لك الدكتوره ايه اللي بيعمل سي ان اس ديستربنس، مفيش. هو البايلوكاربين الوحيد اللي احنا خدناه لحد دلوقتي بيعدي البلاد برين بارير بيعمل يشتغل في السي ان اس. طيب تاني حاجه تكه لازم تاخد بالك، هو بيعالج سيجوجرين اهو لكن نوت دراج اوف تشويس. هو الدراج اوف تشويس فور جلوكوما لكن ليس لسيجوجرين سندروم. دي حاجتين لازم تاخد بالك منها. في حاجه كده لازم تعرفها برضو، ان سيجوجرين سندروم ده ليها سبب من اتنين، يا اما اوتو اميون ديزيز، يا اما السبب التاني يكون الشخص اتعرض لاشعاع الراديشن. مش مهمه الكلمه دي قوي، المهم تعرف انه بيعالج سيجوجرين سندروم وهو نوت دراج اوف تشويس لكنه دراج اوف تشويس فور الاوبن والكلوزد انجل جلوكوما. لسه لنا دواء بس قبل ما اخده، لو انا سالتك ايه السايد افكت بتاع اي دواء من اللي فاتوا، كارباميثابيسا، هتقول لي يا دكتوره السايد افكت هو الحاجه اللي انا مش عايزها. طب الحاجه اللي انا مش عايزها زي ايه؟ قال لك نشوف الدواء بتاعي في الغالب بيشتغل على الام. خلينا نركز على البيتا كول لان الدكتوره اتكلمت على السايد افكت بتاع البيتا كول. بيتا كول سايد افكت هقول لك هو بيشتغل على الام ريسبتور. جميل، والان ريسبتور تمام، يهمني الام. اي حاجه ام ريسبتور بيعملها وانا مش عايز استخدمها يبقى ده سايد افكت. اللي انا كنت عايزه من البيفا كول حاجتين، اليورينري بلادر والميجا كولون والباراليتيك اليم، الثلاث حاجات دول. اي حاجه زياده الام ريسبتور يعملها يبقى وحشه. زي ايه؟ والله الام ريسبتور لو احنا فاكرين كان بيزود سويت سكريشن، يبقى سويتنج ده سايد افكت مش عايزه. سلايفيشن مش عايزه. هو انا عايزه في الاتروبين مثلا في البيلوكاربين لكن مش عايزه هنا. طب ايه كمان؟ قال لك لو انت فاكر ام ريسبتور ده اندايركت فازو دايليتور، وهذا الاندايركت فازو دايليتور ممكن يعمل لي احمرار فلاشنج لانه هيزود الدم في البلاد فيزلز. لو احنا فاكرين برضه ممكن يروح ام 2 ريسبتور يعمل براديكارديا ويقلل بلاد بريشر، او من خلال الفازو دايليتيشن يقلل البلاد بريشر. الاثنين زي بعض. قال لك هو ممكن يزود الموتيليتي. لو انت فاكر كان بيزود اليورينيشن والديفيكيشن. الديفيكيشن ده ممكن تعمل ابدومينال بين لما تزود حركه الامعاء والكونتراكشن بتاع الوولز، ممكن يعمل ابدومينال
ب كمان لما احرك الامعاء واخليها تجري وكده يحصل عندي ضياريه. ما تنساش كمان انه ممكن على الام 3 ريسبتور على البرونكاي يعمل برونكو كونستريكشن او برونكو سبازم، وفي الاخر بيقول لك بيعمل نوزيا. انا بس خليت السايد افكت في الاخر كده عشان تعرف ان السايد افكت دي ممكن تحدث، كل ده بيحدث في اي ادويه من اللي احنا خدناها، لكن انا ركزت لك على البيفاكول لان هو اكتر واحد استخدامات لان هي الدكتوره ركزت عليه. يبقى اي حاجه على الام ريسبتور غير اللي انا عايزها ام ريسبتور بيعملها هنسميها ادفيرس افكت او سايد افكت. اخر دواء عندنا خالص النهارده اسمه سيفي ميلين. مش هنتكلم عليه كتير. اول حاجه هو سينثيتك، متصنع ومشتق من نوع من الالكالويد اسمه ماسكارين. طب واضح دواء اسمه الماسكارين، الكالويد في النبات كان اسمه ماسكارين، من اسمه كده واضح انه كان بيشتغل على ام ريسبتور، بس اكيد في مشكله فخلاني نعمل واحد منه سينثيتك، فاكيد مش هفقد الميزه بتاعت السلكتيفيتي دي. السينثيتك ده خلاني سلكتيف اكتر وسبيسيفيك على ام 1 وام 3. يبقى ده اول ما اقول لك سيفي ميلين هتقول لي اه هو جاي من ماسكارين الكالويد، ده جاي من النبات وكان شغال على امات كتير، عملته سينثيتك اشتغل على اثنين من الامات ام 1 وام 3. طيب انا عايزك تعرف ايه كمان فيه كلمه واحده. فاكر المرض اللي اسمه سيجوجرين سيندروم؟ انا مش قلت لك البايلوكاربين نوت دراج اوف تشويس؟ قول لي بقى ده دراج اوف تشويس وده سؤال الامتحان. يبقى لما اقول لك سيجوجرين مين دراج اوف تشويس؟ بايلوكاربين. جلوكوما مين دراج اوف تشويس؟ سوري، لما اقول لك سيجوجرين دراج اوف تشويس تقول لي سيفيميلين. الجلوكوما مين دراج اوف تشويس؟ تقول لي البايلوكاربين. اهم حاجه تعرف مين دراج اوف تشويس. كده احنا خلصنا. ان شاء الله نكمل الحصص الجايه. شكرا جزيلا.